الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني أن أقدم لكم المحاضرة الثانية في علم المحاسبة الأكاونتنت ساينسز. كنا اتكلمنا في المحاضرة الأولى عن 4 حسابات الأساسية في علم المحاسبة فور أكاونتس، وأخذنا القائمة الأولى من القوائم الأساسية في علم المحاسبة وهي الستيتمنت اوف بالانس شيت. النهارده هنتكلم عن القائمة الثانية في القوائم الأساسية في علم المحاسبة وهي قائمة الدخل. العنصرين الأساسيين في قائمة الدخل هو عنصر الإيرادات وعنصر المصروفات. وطبقا لمبدأ المقابلة احنا ان شاء الله هناخد المحاضرة اللي جاية او اللي بعديها ضمن المحاضرات ان شاء الله برضو هناخد المبادئ الأساسية في علم المحاسبة. من ضمن المبادئ اللي هنتعرض لها مبدأ المقابلة اللي هنتعرض له بس النهارده سريعا كده، اسمه الماتشنج. المبدأ ده اسمه ماتشنج برنسبل. ده اللي هو بيقول ان يجب مقابلة كل إيراد بالمصروف الذي يخصه خلال الفترة المالية المحاسبية. يعني أي إيراد اتحقق خلال السنة المالية بتاعة الشركة بيبقى فيه مصروف في الفترة دي كان أدى إلى تحقيق هذا الإيراد، يبقى لازم نعترف ب المصروف بتاع الفترة والإيراد بتاع الفترة المحاسبية، سواء حتى لو كان الإيراد ده تم تحصيله أو ما لم يتم تحصيله بعد، والمصروف سواء كان تم دفعه أو لم يسدد بعد. تمام؟ بندي تعريف بسيط للإيرادات كده. الإيرادات بتتقسم ل3 حاجات. في إيرادات النشاط الأساسي اللي هو الإيراد بتاع المنشأة الأساسي، سواء كانت منشأة صناعية أو منشأة تجارية أو منشأة خدمية. نشاطها الأساسي إيه؟ بيجي منها إيراد. في إيراد تاني بيكون نتيجة المنشأة حطت وديعة في البنك، استثمرت في أرض، استثمرت في شركة شقيقة، دي بتبقى اسمها إيرادات استثمارات. نوع ثالث من الإيرادات بيبقى إيرادات وأرباح أخرى. أنا بتكلم عليها كده بسرعة، ودلوقتي هنقراها مع بعض حتة حتة. إيرادات أي بقى حاجة بخلاف الإيرادين اللي فاتوا، اللي هو إيراد النشاط الأساسي وإيراد الاستثمارات، بيبقى اسمه إيرادات وأرباح أخرى. إيرادات وأرباح أخرى. يبقى في عندنا ال principal revenue، وعندنا ال investment revenue، وعندنا other revenues. يبقى دلوقتي هنيجي نقرا الكلام ده بالناحية النظرية. نفس قائمة الدخل هي الإيرادات والمصروفات. الإيرادات هي العنصر الأول في قائمة الدخل طبعا، وهي اللي بتؤدي إلى زيادة الأصول increasing in assets، وزيادة الأونر إكويتي، ونقص الالتزامات liabilities نتيجة مزاولة المشروع لنشاطه. الإيرادات زي ما قلنا تنقسم ل3 حاجات، 3 أنواع. إيراد النشاط الجاري اللي هي اسمها الكرنت اكتيفيتي ريفينيوز، أو النشاط الأساسي البرنسبل اكتيفيتي. تمام؟ يبقى الكرنت اكتيفيتي ريفينيوز أو الانفستمنت ريفينيوز اللي هي زي ما قلنا إيرادات الاستثمارات، أو أي إيرادات أخرى تسمى إيرادات أخرى other revenues. طبعا إيرادات النشاط الجاري زي ما قلنا برضو اللي هي الإيرادات اللي تنتج من مزاولة المشروع لنشاطه الجاري أو نشاطه الأساسي أو الرئيسي. في عندنا إيرادات استثمارات، دي بتكون الإيرادات الناتجة من عملية الاستثمارات في البنوك، أو وديعة اتحطت في بنك، أو حسابات جارية، أو استثمارات في شركات شقيقة زي ما قلنا، أو استثمارات في أراضي إلى آخره. أي حاجة بخلاف الإيرادات السابقة بتسمى إيرادات وأرباح أخرى. إيه هي بقى إيرادات وأرباح أخرى اللي هي الأذر ريفينيوز؟ هي عبارة عن إيرادات أخرى ناتجة عن عمليات بخلاف إيرادات النشاط الأساسي للمنشأة، وبخلاف إيرادات العمليات الاستثمارية زي ما قلنا.
تحصل عليها المنشأة. أي إيراد ناتج للمنشأة بخلاف النوعين اللي قلنا عليهم، اللي هو الإيراد الأساسي بتاعها أو الاستثمارات، بيبقى اسمه إيرادات أخرى. زي إيه الإيرادات الأخرى؟ لو المنشأة عندها أصل ثابت زي مبنى مثلا، أو زي مثلا سيارة، أو زي تريلا، والمنشأة عايزة تبيعه، فده بيسمى بيع. الإيراد اللي بيجي منه بيسمى إيراد أو أرباح رأس مالية، باسمه بالمحاسبي، يعني اللي هو المسمى المحاسبي بتاعه كابيتال جينز. كابيتال جينز اللي هو الإيراد الناتج من بيع أي أصل ثابت تخلصت منه المنشأة عن طريق البيع. ده أول نوع من أنواع الإيرادات الأخرى. في عندنا تعويضات وغرامات اللي احنا بنسميها compensation and fines يعني تعويضات وغرامات. التعويضات والغرامات بتكون مثلا زي ما يكون المنشأة لها فلوس عند العملاء بتوعها، العملاء اتأخروا في السداد، فالمنشأة بتوقع عليهم تعويض نتيجة التأخير في السداد، أو الموردين لو المنشأة كانت مورد وبرضه العملاء اتأخروا عليها في السداد، في الحالة دي برضه المنشأة بتوقع، أو مقاول كان بيعمل حاجة للشركة والمقاول ده اتأخر في تنفيذ المشروع، برضه المنشأة هنا بتوقع عليه تعويض أو غرامة. برضه في حاجة تانية، برضه لو عامل من العاملين في الشركة برضه كسر حاجة أو عمل أخد جزء أو توقع عليه جزاء إلى آخره، في الحالة دي برضه بتوقع ضمن التعويضات والغرامات. في عندنا نوع تاني اسمه الكومبنسيشنز. في عندنا الكوميشنز الأول، في عندنا الكوميشنز الأول. الكوميشنز دي اللي هي العمولات. العمولة يعني الشركة كانت طرف في إنجاح عملية معينة أو تنفيذ معين، والمنشأة خدت عمولة في سبيل تنفيذ أو إنجاح هذه العملية. وزي برضو ما تكون مثلا المنشأة بتدفع عمولة للبنك، وبعدين بعد كده هو المنشأة راحت جاية بعد كده هو عوضت العمولة دي من العملاء بتوعها، حطيتها في الفاتورة بتاعتها علشان خاطر تحصلها نظير ان هي دفعت عمولة للبنك. فالمنشأة حبت تعملها إيراد بتعوض الفلوس اللي دفعتها للبنك دي، فنزلتها في الفاتورة بتاعت العميل بتاعها. فهنا العمولة دي بتبقى من على سبيل الإيراد، وبتتحط في إيرادات وأرباح أخرى، دي الكوميشنز. أي عمولة بكافة صورها وأنواعها. في عندنا مخصصات انتفى الغرض منها، أو provisions for no purpose. provision يعني مخصص، for no purpose يعني انتفى الغرض منها. دي بتكون عبارة عن قضية كانت الشركة عاملة لها مخصص. هنعرف بالتفصيل يعني ايه مخصص في المحاضرات اللي جاية، منستعجلش. الشركة كانت عاملة مخصص بحاجة كده الشركة بتعملها، زي ما يكون مثلا متوقعة خسارة من قضية أو متوقعة مصاريف جاية، فبتعمل لها كده زي حصالة اسمها المخصص، عشان ما تتفاجئش في المستقبل لو
خسرت الشركه القضيه لا قدر الله، بيبقى الشركه محضره لها الفلوس بتاعت القضيه والفوائد بتاعتها. فالشركه مثلا بتكون عامله مخصص لقضيه معينه على سبيل المثال، مثلا مخصصات انواع كتير جدا. لو انا بتكلم على نوع معين وليكن قضيه مرفوعه، كانت الشركه مرفوعه عليها قضيه والحمد لله الشركه كسبت القضيه دي، فهنا المخصص اللي كانت مكونات الشركه بيتحول لايرادات ارباح اخرى بتحط فيها المخصصات اللي انتفى الغرض منها في ايرادات وارباح اخرى. provision for no purpose. في عندنا شكل تاني وهو أرباح فروق العملة. أرباح فروق العملة اللي هي بنسميها profits of currency valuation differences. profits of currency valuation differentiation. profits الأرباح، currency العملات، و valuation يعني التقييم، و differences يعني الفروق، هي فروق تقييم العملات. profits of currency valuation differences. أرباح فروق تقييم العملات. في عندنا نوع كمان اللي هو الإيجارات. في عندنا نوع تاني اللي هو الإيجارات اللي هي اسمها الرينتال. الإيجارات اللي هي الرينتال. الإيجارات اللي هي رينتال. الإيجار مثلا يعني تكون المنشأة مأجرة مبنى أو مأجرة أي مكان، مأجرة معدة، مأجرة سيارة نقل، مأجرة يعني زي تريلا، مأجرة سيارة، أي تأجير، أو مأجرة جراج بيركن فيه العربيات. الإيجارات اللي بيجي نظير هذا الإيجار بنسميه إيراد إيجارات، وبيتحط ضمن الإيرادات والأرباح الأخرى rental revenues. وبكده بنكون عرضنا أشكال الإيرادات والأرباح الأخرى وكل أنواع وأشكال الإيرادات، وهو العنصر الأول من عناصر قائمة الدخل أو الإنكم ستيتمنت. هندخل على العنصر الثاني من عناصر الإنكم ستيتمنت قائمة الدخل، وهو الإكسبنسز. المصروفات. نقراها من الناحية النظرية. عندنا احنا اول حاجه لازم نفرق قبل ما نقرا من الناحيه النظريه، نعرف حاجه معينه، ان الفرق بين المصروف والفرق بين التكلفه والفرق بين الخساره. برضه كل ده يعني لما نصبر ان شاء الله عندنا محاضرات كتير قوي جايه، وهنتعرض لكل حاجه في المحاضرات اللي جايه باذن الله، ما نستعجلش، احنا مش هنقول كل حاجه في يوم وليله يعني. اول حاجه المصروف بيكون اول حاجه بنشتريها الحاجات اللي في المخزن دي كلها لما بتتباع في نفس السنة بتكون مصروف، لأن جايها إيراد في نفس السنة. إنما زي العربية مثلا اشتريناها برضو نفس الكلام، اشتريناها السنة اللي استهلكت فيها العربية، لو كانت العربية دي بتجيب إيراد، العربية السنة أو التريلا اللي جابت فيها الإيراد السنة نفسها، السنة المالية نفسها، بيبقى الإهلاك بتاع السنة دي يعتبر مصروف. يعني احنا عارفين العربيات كل لازم بيتعمل لها إهلاك. برضه هنتعرض محاضرة كاملة في الأصول الثابتة وإهلاكها، الكلام ده برضه هيورد فيما بعد. بس الإهلاك بيبقى لازم السيارات والأصول الثابتة ما عدا الأراضي كلها بيتعمل لها إهلاك. الأراضي بس في حاجة اسمها تحسينات الأراضي، برضه هنتعرض للحاجات دي بالتفصيل. هي الأراضي الحاجة الوحيدة اللي ما بيتعملهاش إهلاك، أما باقي الأصول الثابتة كلها لازم يتعمل لها مصروف إهلاك. الجزء بقى من العربية المتبقي بيعتبر اللي اتدفع بعد كده بيعتبر تكلفة، لأنه بيخص فترات مالية مقبلة. يعني المخزون، البضاعة اللي في المخزون اللي اتباعت في السنة المالية نفسها، الإيراد بتاعها ومصروفها بيقفل في السنة المالية نفسها ويتحول لمصروف. انما البضاعه اللي متشاله في المخزن وما اتباعتش لسه، فلوسها اللي اشتريناها بيها تعتبر تكلفه. الخساره لو العربيه اللي بتجيب ايراد دي في نفس السنه اتحرقت، البضاعه اللي اشتريناها تلفت او باظت او اتحرقت،
هنا بتحصل خساره، ما جاش منها اي ايراد. انما لو جاء ايراد من المصروف اللي احنا اشتريناه في نفس السنه بتبقى مصروف. لو التكلفه بقى لسه لفترات ماليه قادمه هيتحقق منها ايراد، بيبقى دي اسمها تكلفه. طيب هو كل المبالغ المضحى بها خلال الفتره المحاسبيه نتيجه مزاوله المشروع لنشاطه، ويؤدي ذلك الى نقص الاصول decrease in assets ونقص الاكويتي وزياده اللايبيليتيز increasing in liabilities. عكس الايرادات بالظبط. لو تلاحظ حضرتك او تفتكر او تتذكر مفهوم الايرادات تلاقي نفس العكس بالظبط، عكس الكلام. المصروفات عندنا برضو بتكون 4 انواع 4 types. عندنا المصروفات التشغيليه الاوبريتنج اكسبنسز، وعندنا المصروفات البيع والتوزيع ماركتنج اند ديستريبيوتيف اكسبنسز، وعندنا المصروفات العموميه والاداريه اللي هي اسمها administrative and general expenses، وعندنا الفاينانشال expenses المصروفات التمويليه. هنتكلم عليهم بسرعه كده. المصروفات التشغيليه قبل ما نقراهم، المصروفات التشغيليه اللي هي المصروفات اللي بتكون داخله في مباشره او في النشاط الاساسي للمشروع. يعني مثلا زي مثلا العمال مثلا اللي هم شغالين مثلا في المصنع، دي ضمن الاجور بتاعتهم ضمن المصروفات التشغيليه. الخامات زي خام مثلا، يعني مثلا لو مصنع بنت الكراسي الخشب هذا اسمه مصروفات تشغيليه. طيب هنشوفها بالتفصيل دلوقتي. الحاجات اللي هي المصروفات اللي بتخش عمليات الانتاج او التشغيل، المصروفات البيع والتوزيع زي الناس اللي شغالين مندوبين مبيعات، زي الناس مديرين العموم التسويق، زي عمليات التسويق المختلفه، النشر الاعلانات في الجرائد، النشر على الالكتروني سواء النشر على الانترنت وما شابه ذلك، الاعلانات في التلفزيون، دي كلها بنسميها مصاريف بيع وتوزيع. منافذ البيع ومندوبين البيع والمديرين وكل ما يعمل في مجال التسويق، اي مصروف بيبقى في الحاله دي اسمه مصروف تسويق. يبقى operating expenses والماركتنج and distributive expenses. الماركتنج and distributive expenses. marketing and distributive expenses. في عندنا المصروفات العمومية والإدارية. النوع الثالث المصروفات العمومية والإدارية اللي هي اسمها administrative and general expenses. وفي دي المصروفات اللي هي بتخش كل عمليات الإدارة، مبنى الإدارة. كل ما في مبنى الإدارة يعتبر أي مصروف فيه مصروف إداري، سواء بقى كان محاسب مصروفه إداري، مدير في المبنى مصروفه إداري، إهلاك المبنى الإداري مصروفه إداري، إيجار المبنى الإداري مصروفه إداري، الكهرباء المية الغاز بتاعت المبنى الإداري كلها مصاريف إدارية. تمام. طيب شؤون الأفراد مصاريف إدارية. طيب المصروفات التمويلية هي كل المصاريف اللي بتدفعها المنشأة للبنوك. مثلا المنشأة أخذت قرض فالبنك بيحصل مصاريف تمويلية، مصاريف فوائد على القرض أو عمولات البنك بياخدها من المنشأة، دي بتتصنف ضمن المصروفات التمويلية. فوائد المدينة والعمولات البنكية هي دي المصروفات البنكية. يبقى operating expenses والmarketing and distributive expenses والadministrative and general expenses، وعندنا الفاينانشال expenses. النوع الأول المصروفات التشغيلية، وهنقف عنده النهارده ونستكمله في المحاضرة الثالثة بإذن الله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.